خدت لعبتي، هو اللي شاد مني الكوره. في ايه؟ اهدوا، راسي هتنفجر، حرام عليكم، مش قادره. انا حاسه ان انا فشلت في تربيتهم، طول النهار بياكلوا في بعض، مفيش شويه هدوء خالص، دول ولا كانهم بيكرهوا بعض. بكره لما اموت هم مش هيبقى لهم غير بعض اصلا. اهدي بس يا ماما، الخناقات اللي بتتم بين ولادك هي دي المعمل اللي بيتعلموا فيه المهارات الاجتماعية، ولو هما طول الوقت بيتنافسوا فهم بيتنافسوا علشان يلفتوا انتباهك انتي. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ اخليهم يخلصوا على بعض؟ لا طبعا، بس بطلي تلعبي دور القاضي طول الوقت وتفضلي تدوري مين اللي بدأ. هنا انتي بتزودي الغيرة بينهم، وبدل ما تحكمي بينهم ارمي الكورة في ملعبهم، قولي لهم أنا شايفة إن في مشكلة بينكم على اللعبة، قدامكم 5 دقايق تحلوا المشكلة دي سوا، يا إما اللعبة هتتشال منكم انتوا الاتنين. انتي هنا بتعملي ايه؟ بتوحديهم إنه يكونوا في فريق واحد في المشكلة عشان يحلوها ضد القرار إنك تسحبي منهم اللعبة، وهنا هيكونوا مع بعض بدل ما يكونوا ضد بعض. وافتكري دايما الطفل مش عايز أم مثالية، الطفل عايز أم واعية. وقبل ما انهي الكلام، عملتي تمرين النفس النهاردة؟